لما تلاقي البطاطس عندك عامله كده اوعى ترميها، وتعالى اقول لك ازاي تزرعها. ودي كميه البطاطس اللي احنا هنزرعها. اول حاجه هنجهز التربه، ولازم تكون التربه خفيفه. هنحفر حفره بايدينا بعمق 10 سم ونحط فيها البطاطس، وانا هحط 2 عشان عندي كتير. وبعد ما حطينا البطاطس هنبدا احنا نغطيها بالتربه، واحنا بنغطي البطاطس هتلاحظوا ان التربه خفيفه، هو ده القوام المطلوب. بعد ما غطينا البطاطس هنبدا نديها شويه ميه، وكتر ميه ما يهمكش. بعد ما خلصنا ري هنسيبها لحد ما تنبت. بعد 6 ايام لقيت المنظر ده، البطاطس شقات التربه وبدات انها تنبت. وبعد 10 ايام طلعت من التربه وبدات انها تكبر. ودي شكلها بعد 20 يوم، شكلها جميل قوي سبحان الله بجد. دي شكلها بعد شهر، بجد الواحد مبسوط قوي والحاجه بتكبر قدامه. وهنا كبرت قوي بعد شهر ونص. طبعا يعد الايام وهي عماله بتكبر وبتحلو اكتر، لحد ما طلعت في مره واتصدمت. طلعت بعد فتره لقيت الاوراق نشفت، المفروض ما تنشفش دلوقتي، وده نتيجه الاهمال. تعالوا بقى نبدا نحفر ونشوف هي هتطلع بطاطس ولا لا. توقعوا هنطلع كام بطاطسايه. وانا بحفر طلعت اول بطاطسايه، انا ما كنتش متوقع الحجم ده، وانا مكمل حصاد وعلى امل ان انا اطلع بطاطسايه كبيره. بعد ما خلصنا هنغسل اصغر بطاطس في العالم، المفروض ان دي النتيجه النهائيه. بجد خايف عليهم من الحسد.